ضربة حرة لبتروجيت. ادي دفعة مايوكا. هذه هذا الخدع او التريك اللي بيعمله طلعت يوسف. ادي ياكوبو يستلم مرة تاني ناحية اليمين، عرضية في منتهى الخطورة، والرأسية جت المرة دي، الرأسية من محمد رجب أحد هدافي هذا الفوز، لكن يستعيدها من جديد إبراهيم عبد الخالق. يا ولد محمد إبراهيم يمر بمهارة، تتلعب لمحمد عادل جمعة، يروح جمعة جوه منطقة الجزاء ومايوكا والرأسية لكن فوق العرض. محمد عادل جمعة يرسل أول كورة عرضية من الجهة اليسرى في هذه المباراة للزمالك. بدأ يشتغل هو، ادي جمعة، وشوف مين اللي راجع معاه، ياكوبو برضو مكلف بدور مزدوج. الاثنين الحقيقة دور مزدوج، دور ثنائي، الاثنين بيلعبوا على بعض، ده يتقدم ده يرجع معاه، ده يتقدم ده يرجع معاه، والعكس طبعا. الرأسية كانت من مايوكا اللي بيشتكي من الكلام اللي لتشابه الألوان مع البارسا المصري. الكابيتانو محمد إبراهيم برجله اليمين، هل يكون أول أهداف الزمالك هذا الموسم من كرة ثابتة؟ محمد إبراهيم ومعروف يوسف قريب كمان وسط الحائط البشري أو بجوار الحائط البشري. محمد إبراهيم بيركز ياخد القرار، وبرجله اليمين محمد إبراهيم اتردد، غير قراره، غير فكره، صلح لطارق، سدد طارق في الحائط البشري. ترجع الكرة لعلي جبر أمامية، مفيش تسلل لكن الكرة بعيد. مصطفى فتحي يجري حاول يضغط على أسامة محمد. هداف بتروجيت في الزمالك، مفيش غلطة في الجملة دي، لا يوجد خطأ. محمد كوفي هو هداف بتروجيت في شباك الزمالك، قبل أن ينتقل إلى الزمالك كان هو أكتر لاعب سجل أهداف لبتروجيت في شباك الزمالك، 3 أهداف بالتساوي مع محمد رجب. بينما الأعجب والأغرب ان هداف الزمالك في بتروجيت، اكتر لاعب زملكاوي سجل في شباك بتروجيت، هو احمد جعفر لاعب بتروجيت حاليا. يعني شوف هداف، ادي كوره مايوكا، مفيش تسلل مايوكا وفاتح له، وادي ابراهيم، محمد ابراهيم، جول جول. مايوكا يرد الهدية لمحمد إبراهيم. الهدية كانت في مباراة غزل المحلة، استنى مايوكا ما يقرب من 5-6 أيام كاملة لكي يرد الهدية لمحمد إبراهيم، وكما صنع محمد إبراهيم هدف لمايوكا أمام غزل المحلة، يرد له الهدية النهاردة ويصنع له هدف ويسجل محمد إبراهيم في شباك بتروجيت. ايمن دجيش المساعد الدولي لم يرفع الرايه، خطأ دفاعي في التغطيه. محمد ابراهيم بمنتهى المهاره يمر من محمد الشناوي، ويمكن في اول كوره خطيره، في اول تهديد حقيقي، في اول فرصه حقيقيه، محمد ابراهيم ينفرد ولا يخطئ امام المرمى. لسه بنقول محمد ابراهيم بعد الاحتراف والعوده السريعه والاستعاده مره اخرى، استعاده لمحة المهارة ولمحة الجمال والموهبة لياكوبو، يضغط عليه جمعة وتتلعب تاني أمامية. راية من المساعد، وضربة حرة لبتروجيت. ضربة حرة لبتروجيت بالفعل من ناحية اليمين. 120 دقيقة ما استناش، فورا اجرى التبديل، لان خاصة بعد ما اهتزت شباكه بهدف الامور ممكن تبقى اصعب. ادي الرأسية من علي جبر، رائع في الهوائيات، في الرأسيات ممكن تبقى مرتدة. زمالك تقدم الزمالك بهدف محمد ابراهيم في نص الشوط تماما، سجل ابراهيم هدف اللقاء الوحيد حتى الان. الشناوي في مرماه، والضربة الحرة زملكاوية من مكان بعيد بعض الشيء. صعب ان هي تتشاط او صعب ان هي تتسدد من هذا المكان. مصطفى فتحي واحمد توفيق. احمد توفيق جرب من شويه في الحائط البشري،
يجرب تاني احمد توفيق، عدت المره دي من الحائط البشري لكنها عدت ايضا بعيد عن المط بضغط. ايمن سعيد يتقدم ناحيه اليمين الى ياكوبو، يا ولد يمر ياكوبو والشناوي من جوه منطقه الجزاء. احمد الشناوي يلعبها بالعرض لكن تخبط في الدفاع وتخرج الى ضربه ركنيه ضغط الا محاوله التعويض. ايمن سعيد اللي لعب الضربة الحرة الجميلة في الشوط الأول اللي مرت بجوار القائم وكانت أخطر كورة وأقرب كورة لبتروجيت في المباراة حتى الآن. أيمن سعيد حاول المرور، يمر التعادل الوحيد كان هذا الموسم أمام سموحة، مباراة الدور الأول اللي انتهت 1-1. محمد عادل جمعة مرة أخرى كورة عرضية، لكن المرة دي أول كورة عرضية من محمد عادل جمعة. ضربة حرة لبتروجيت في الشوط الأول، كانت أخطر كرات بتروجيت في المباراة عن طريق ضربة حرة تصدى لها أيمن سعيد ومرت بجوار القائم بشكل خطير جدا. الآن ضربة حرة جديدة، لكن يبدو أن أيمن سعيد بعد عن الكرة، مشي أيمن سعيد، مش هيشوط المرة دي أيمن سعيد. المرة دي أحمد جعفر بالقدم اليمنى أو أسامة محمد بالقدم اليسرى. الأقرب هو جعفر ولا إيه؟ جعفر فعلا، جعفر جميلة من أحمد جعفر. أحمد جعفر يسدد ببطن رجله بباطن القدم، يوجه بشكل رائع وتمر الكرة يدوب جنب المقص اليمين وتخرج إلى ضربة مرمى. أحمد جعفر نجح في ان هو يهز شباك الفريقين، يعني مع الزمالك سجل في بتروجيت ومع بتروجيت سجل في الزمالك تماما، بل انه كمان بيلعب على تحسين المركز والتقدم للامام بدل المركز العاشر اللي هو فيه ده. وزي ما قلت لكم المسافة قريبة والدنيا مش بعيد، والنقط يعني 5 نقط عن الرابع عن سموحة. اتلعبت الكرة من طارق بينية محمد إبراهيم إلى مايوكا، يقع مايوكا على الأرض. الصباحي قريب يصفر ويحسب الكرة ضربة حرة للنجم الزامبي الخطير. ما زال الكابتن محمد حلمي. محمد إبراهيم ضربة حرة في مكان جيد جدا للزمالك، ضربة حرة مباشرة. محمد إبراهيم قريب من الكرة جدا، بدأ يتراجع اهو وياخد القرار ويحدد الزاوية ويركز. محمد إبراهيم سددها أرضية سهلة بين إيدين الحارس. يحصل أي حاجة، كل شيء قابل للحدوث. عالية من الضربة الركنية وجيمس تيدي وجنش. انقاذ إعجازي آخر لمحمود عبد الرحيم جنش ابو الاجناش، يضرب من جديد. جوردون بانكس المصري بعد الانقاذ الاعجازي امام. ما زال باسم مرسي في انتظار فرصة المشاركة. علي جبر وكرة مش ممكن. شيميليس بيكلي اللاعب الاثيوبي يستغل خطأ علي جبر، يستغل الفرصة لكن يفشل في استغلالها بشكل سليم وبشكل صحيح ويطيح بالكرة في المدرجات. ممكن يكون لمح جنش متقدم ناحية اليمين. حازم إمام يستلم مرة تاني. حازم ناحية اليمين يقرب محمد إبراهيم، اتلعبت لحمودي، مفيش اوفسايد. أحمد حمودي والتسديدة تخبط في الدفاع، ترجع الكرة مرة تاني ومحمد إبراهيم والثاني. محمد إبراهيم وهدف عظيم، يسجل الهدف الثاني محمد إبراهيم في الدقيقة 85. هدف الأمان والضمان والاطمئنان. الآن جمهور الزمالك يتنفس الصعداء، يلتقط أنفاسه، يضمن النقاط رغم أن الكرة مجنونة ولا يوجد مستحيل، لكن خلاص دقيقة 85 والهدف الثاني. لكن خلينا نشيد بأحمد حمودي اللي صنع هذا الهدف، جرب بنفسه الأول ثم صنعها في الكرة الثانية لمحمد إبراهيم بشكل رائع. محمد إبراهيم لما بيسجل ما بيكتفيش بهدف واحد، هدف واحد لا يكفي. الموهوب
محمد ابراهيم. المجموعات من دور ال 16 مش الثمان فرق او مجموعتين، لا 4 مجموعات في دور ال 16 وقصه طويله جدا. على العموم محمد ابراهيم يا ولد يلعبها جميله الى باسم، ينطلق باسم مرسي يدخل جوه منطقه الجزاء. باسم يحاول المرور، ترجع الكوره مره ثانيه لتوفيق لكن ما كملتش. وصلت الكرة لمحمد عادل جمعة، خلصها محمد عادل جمعة، يحاول المرور يسقط على الأرض. حكم اللقاء قريب يشير بالاستمرار ويشير بالاستمرار تاني ويرفض احتساب أي أخطاء. انتهى الوقت الأصلي وبدأنا بالفعل في الوقت بدل الضايع. يا ولد محمد إبراهيم بلمسة مهارة بلمح. أحمد جعفر يلعب الكرة خطيرة جدا، يجرب من جديد احمد جعفر. على فكرة قبل المباراة احمد جعفر كان تلقى تحية خاصة جدا من الحضور الزملكاوي الموجود في مقصورة ملعب بيتروس.